قضيتنا النهاردة قضية مقتل الدكتورة إيفون والدكتور توني. في يوم كان في راجل ماشي على طريق اسكندرية الصحراوي بعربيته، لقى عربية مكسور إزازها، ولقى راجل وست مقتولين داخل العربية، وبسرعة جري بلغ رجال الأمن. ومع وصول رجال الأمن والطب الشرعي لقوا الجثتين فعلا مقتولين بالرصاص، ولقوا المسدس اللي تم منه إطلاق النار داخل العربية، وعرفوا ان القتيل والقتيلة مش مصريين. وطبعا ما كانوش قادرين يحددوا سبب القتل او مين اللي قتل، وهل هو فعلا انتحار ولا قتل. وكل ده هيبان مع تقرير الطب الشرعي. ومع تفتيش العربية لقوا ورق بيثبت شخصية كل منهم، وهي الدكتورة إيفون والدكتور توني زوجها، وكانوا مسافرين شرم الشيخ. وكان من الصعب جدا على المباحث الوصول للقاتل، لانه ما سابش اي دليل عليه. وطبعا ما كانوش عارفين يوصلوا لاي حد من اهل الدكتور ولا الدكتورة. بس رجال الامن على طول بلغوا اهل الدكتورة ايفون عن طريق السفارة، وعلى طول نزلت اخت الدكتورة واخوها وابنها، بس من راجل تاني غير الدكتور توني. وعلى طول لما بدأوا معاهم التحريات وبدأوا استجوابهم، قالوا ان الدكتور توني زوج الدكتورة ايفون كان دايما بيخونها، وكان متجوز قبلها 3 مرات، واتجوزها اصلا بعد ما خان مراته معاها، وهي دي كانت طريقته في كل الجوازات. وكان دايما سليط اللسان، وكان بيقلل منها، بس قدام الناس كان بيعاملها احسن معاملة علشان محدش يحس بحاجة. ويعني كان بيتظاهروا بالسعادة قدام اي حد. ولان هما الاتنين دكاترة نسا، كانوا بيستعدوا علشان يفتحوا عيادة مشتركة. ورجال الامن كانوا شاكين ان اللي ممكن يكون عمل كده واحدة من اللي كان توني على علاقة بيها، بس لحد دلوقتي ما كانوش قدروا يوصلوا للقاتل. وساعتها رجعوا تاني للعربية اللي اتقتل فيها الدكتور توني والدكتورة ايفون، ولاحظوا ان الكرسي اللي ورا عليه اثار زي ما يكون كان في حد معاهم في العربية. ورجعوا يحققوا تاني مع اخوات الدكتورة، وفي الوقت ده كان كل واحد لوحده. وابن الدكتورة ايفون قال ان والدته كانت بتشك في الدكتور ان هو بيخونها مع اختها. ومع التحريات اكتشفوا ان اخت الدكتورة ايفون نزلت مصر قبل الواقعة بشهر ونص، بس كانت قاعدة في فندق تاني غير الفندق اللي كانت الدكتورة والدكتور قاعدين فيه. وطبعا ده عكس الكلام اللي هي قالته في التحقيق. بس مع مواجهتها بالكلام اللي قاله، اعترفت فعلا ان هي كانت ناوية تقتل الدكتورة ايفون والدكتور توني وتخلص عليهم. وفعلا نفذت جريمتها وهي مسافرة معاهم شرم الشيخ. وده يأكد لنا ان عمر احساس الست ما كان غلط في اي حاجة. وبعد كده تم الحكم على اخت الدكتورة ايفون بالسجن المؤبد، بس تم الافراج عنها في عملية تبادل أسرى. وكده خلصت قضيتنا. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتدعموني بلايك وشير وتفعلوا زر الجرس. دمتم في امان الله.